واحد المرة تزوجات راجل اللي كتمناه أي بنت في العالم. الأخلاق الطيبة، الكرم، الزين، الفلوس. ولكن المشكل الوحيد اللي عندهم هو ربي مرزقهمش بوليدات. السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتوما على خير؟ يا ربي تكونوا على خير وبخير، تلقاكم هاد القصة بالصحة والسلامة وطولة العمر. قصتنا اليوم ديال واحد جوج ازواج مزوجين وما عطاهمش ربي وليدات، ولكن القصه غتحول لمأساة. ما تنساونيش من اللايك ديالكم الزوينه ومن التعاليق ديالكم وبارطاجيو الفيديو، اللي ما مابونيش يتابونا باش يوصلوا كل جديد ديالي. بسم الله، نبداو في القصه ديالنا ديال اليوم. هذه واحد البنت تزوجات بواحد الانسان، وهذاك الانسان كانت معرفه معاه مده طويله، وهو لاباس عليه وعنده كل ما كتحتاج اي بنت وكتمناه اي بنت، من الفلوس والزين والجاه والمال كما كنقولوا. ولكن مرزقهمش ربي بوليدات. دوزات معاه 9 سنين ديال الزواج، وعنده واحد خواتاتو ما كيحملوش هاد السيده هذه اللي مزوجه بهاد السيد، كما كتعاود في القصه ديالها. دائما كنغصوا على حياتها، دائما كيقول لها علاش ربي ما رزقكش بالوليدات، خليه يتزوج. وهو ما بغاش يتزوج، بغى يبقى مع الزوجه ديالو اللي كيبغيها من قلبه. هنا بقات كتفكر وكتقول شنو غادي ندير. دوزات طبيب، دارت تحاليل، دارت جميع الوسائل باش تولد، وربي ما رزقهاش. وهما حاكين عليها من اي ناحيه، كيمشيو ليه: ما عندك ما دير بها، اش بغيتيها، علاش غتزوجها، علاش غتبقى معاها، سير تزوج، ربي غادي يعطيك وليدات اخرين من مرة واحده اخرى. المهم منغصين على الحياه ديالها. هو ما كيتسوقش ليهم كما كنقولوا، ما كيديهاش فيهم. وهي كذلك كتمشي عند امها، كتقول لها: امي راهم حاطين عليا، راه منغصين عليا حياتي، كل نهار كيهزوني بالعاقره ويحطوني بالعاقره، اشنو غادي ندير؟ امها كتقول لها: بنيتي غير صبري، صبري دابا ربي يحن عليك. المهم بقات القصه غاده في هذا الاتجاه. عايشه البنت مع راجلها، كيسافروا كيخرجوا كيمشيو كيجيو، وهما والو، عائله الراجل منغصين على الحياه ديالها. واحد النهار مشات لواحد الصالون كتصوب شعرها، وهي تدور فيها واحد المراه: شخبارك اختي، كي دايره، لاباس عليك؟ قالت لها لاباس. قالت لها: عندك وليدات؟ قالت لها: لا ما عنديش. قالت لها: علاش ما تمشيش عند واحد الفقي، راه كيصوب للناس وكيدير لهم الحجابات وكيعطيهم واحد الماء، مهم مسائل باش يولدوا. قالت لها: اختي اعتقيني به، فين كاين هذا السيد هذا؟ قالت لها: نعطيك النمره ديالو واتصلي به. مشات للدار، ما قالت للراجل حتى شي حاجه، دارت داكشي من دايتها لراسها. خدات التليفون ديالها، خدات النمره، دخلت الواتساب عند السيد، خلات له ميساج: السلام عليكم. وعليكم السلام. ما جاوبهاش في المره الاولى، المره الثانيه عاوتاني خلات له ميساج، المره الثالثه عاد جاوبها، قال له: وعليكم السلام، شكون معايا؟ وهي تدور فيه، قالت ليه: السلام عليكم اسيدي، واش هذا فلان؟ قال لها: ايه. قالت له: هاد النمره عطاتها ليا واحد السيده. قال لها: مرحبا، شنو بغيتي؟ قالت له: انا عندي مشكل بانني ما كنولدش، ودابا راه قالوا لي هاد السيد هذا راه غادي يصاوب لك شي حاجه وغادي يعطيك شي ماء وهذا باش تولدي. قال لها: خاصكي تجي لعندي. قالت له: فين كاين؟ قال لها: المدينه فلانيه. قالت لي: واخا، المهم غادي نشوف كيفاش ندير باش نجي عندك، لان هادشي دابا دارته بالتخبيه على الزوج ديالها. ما عليناش، دارت واحد الوقيت ودارت مع راجلها، قالت له: حقا انا اليوم غادي نمشي لدارنا. قال لها: واخا سيري. هي هذيك
مشات وهي تمشي عند هاد الفقيه هذا. مشات عند الفقيه ودخلت لعندو وجلست عنده وكتعاود ليه. قال لها شنو عندك؟ قالت له ودي انايا مزوجه هذه 9 سنين، والزوج ديالي عنده المال وعنده الفلوس وكيبغيني، ولكن ربي ما رزقناش وليدات، ودابا راه قالوا لي الحل في الله وفي يدك. قال لها واخا. طلب منها واحد المبلغ كبير ديال المال. قالت له هاد الساعه ما عنديش، مهم صوب لي داكشي اللي غادي نشرب واللي غادي ندهن به، وانا غادي نجيب لك الفلوس المره الجايه. عطاتو النص وبقى النص. هنايا هي في هذه اللحظه هذه عينيها كما كنقولوا تعماو، باغا الولاد ولا باس، ما فكرتش في العواقب اللي غادي يطراو من بعد. عطاها شيمه نهار الاول، عطاها شي حاجه دهن بها، عطاها شي حاجه تشربها وتاكلها، جات فرحانه للدار. ايوا الشهر الاول الشهر الثاني ما كاين حتى حاجه. عاود رجعات عند الفقيه. ملي رجعات لعندو قالت له ودي راه باقي ما كاين والو. قال لها هاد الشيء راه ماشي من الدقه الاولى، راه كيتعطل شي شويه، صبري. طلب منها عاوتاني مبلغ كبير. شويه شويه قال لها واش درتي شي فحوصات؟ درتي؟ قالت له راه درت الفحوصات، ما خليت ما درت، ولكن راه قالوا لي انت في يدك الرحمه ويدك على يدك تيولدوا العيالات. قال لها هاد الشيء ديري النيه وما تخافيش. داكشي اللي كان. عاوتاني رجعات عاوتاني لعندو، عطاتو فلوس اخرى، دات الماء، دات عاوتاني باش كدهن، والو، باقي ما كاين حتى حاجه. هنايا الفقي منين شاف راسو حتى حاجه ما تقدات ليها، هو يطرح عليها فكره. قال لها خاصكي تجي لعندي وتباتي عندي في الدار. دارت فيه هي، قالت له ودي ما نقدرش نبات في شي دار من غير دارنا ولا داري، واش غادي نقول لراجلي؟ قال لها قولي ليه مشيت عند امي وخصكي ضروري تباتي عندي. هي خافت في الاول، ولكن في الاخير مشات ودخلت لعندو للدار وبات معاه في داك الليل. بات عنده لان قال لك بغا يدير ليها شي طقوس. في ديك الوقيته اللي مشات لعند الفقي وباتت عنده في الدار، باش قال ليها غادي نبداو نديرو شي طقوس ديالنا باش يمكن لك تولدي. هنايا باتت معاه في الدار، عطاها شي حاجه شرباتها. ملي عطاها داكشي اللي شربات ضاخت. منين ضاخت وفاقت في الصباح، لقات راسها في واحد الحاله اللي لا حياء في الدين، بحال لا تكرفص عليها الفقي. يعني الفقي مارس معاها الخطيئه. فهموني اشنو بغيت نقول لكم؟ نضت كتبكي. ملي بقات كتبكي وكتضرب على وجهها كتقول لي اشنو درتي ليا؟ واش هاد الشيء هو اللي كتقول لي علاش جيت باش نبات معاك؟ واش انا جيت باش تداويني ولا جيت باش تكرفس عليا؟ هو يدور فيها وقال لا انا ما درت لك حتى شي حاجه، غير جاب لك الله. انت نعستي وفقتي وكتحلمي بالخرايف. انا درت لك الرقيه ودرت لك باش نعستي باش ترتاحي، ودرت لك الدواء ودهنت لك، انا ما درت لك حتى حاجه. وهي تدور فيه قالت له كذبتي، انت درتي ليا ودرتي ليا ودرتي ليا. هنايا ما عندهاش الحل، غتغوت ما يمكنلاش تغوت،
غتقول لي شي حاجه ما يمكن لهاش لان هي مشات برجليها. بقات صابره وجمعات الوقفه ولبست حوايجها ووقفات. مشات لدارها. ملي مشات لدارها بحال ندم معاها الحال. ملي تندم معاها الحال غير جالسه وضايخه، جالسه وكتبكي. هو يدور فيها راجلها، قال لها مالك؟ غير ضايخه، غير كتبكي، ياك لاباس؟ شتك جيتي من داركم ماشي على خاطرك، لان هي قالت له مشيت بت في دارنا، ما قالتليش الصراحه. قالت له لا غير راسي كيضرني وراني عيانه شي شويه. ما قدرت ما عندها ما تقول. ايوا دازت الايام وجات ايام، بدا كيشدها واحد الوجع في كرشها. شدها واحد الوجع، ضروها جنابها، ضرها راسها، ولات كترد. قالت له انا هاد الحاله اللي انا فيها ما عرفت مالي. قال لا يلا نمشيو للطبيب. هي هاديك ملي مشاو للطبيب، هو يدور فيهم الطبيب، قال ليه مبروك المراه عندك حامله. هي فرحات، طرت بالفرحه، ولكن هنايا الراجل ما فرحش. علاش ما فرحش؟ هنا مربط الفرس كما كنقولوا. هنا القصه الحقيقيه اللي كاينه ديال هاد السيده هادي. ايوا جمعت الوقفه، خرجوا من عند الطبيب. هو يدور فيها ويقول لها كيفاش انت دابا حامله؟ كيفاش حنا دابا 9 سنين وحنايا مزوجين ودابا انت كتقولي لي حامله؟ ايوا قالت له خصك تفرح، راه خصك تفرح وطير بالفرحه اللي ربي رزقنا وغادي يعطينا شي وليد ولا بنيته. ويقول لها شكون اللي قالها لك؟ قالت له ويلي. بقات كتضحك، قالت له اش كتقول؟ قال لها كي كندوي معاك. كيفاش انتيا حامله؟ مع من حامله؟ ويلي. قالت لي على مع من حامله؟ محامله معاك. قال لها كيفاش حامله معايا؟ شكون اللي قالك انا كنولد؟ هنايا جاتها الصدمه الكبيره، ما كانتش ناوياها على بالها. قالت له اش كتقول؟ قال لها كي كتسمعي. قال لها حقيقه انت مراتي وحنا 9 سنين حنا مجوجين، ولكن ما عمري قلت لك واحد الخبر بانني انا ما كنولدش. ملي كنتي انت كدوزي الطبيب وتيقول لك الطبيب بانك ما عندك حتى حاجه، حتى انا كنت كندوز الطبيب. يعني انا ما كنولدش وما بغيتش نفصح على السر ديالي وخبيته عليك، وانت دابا هادشي منين جبتيه؟ ايوا هنايا تزيرات السيده، ما بقى لها ما تقول. دار فيها وقال لها دابا غتقولي الحقيقه ولا ما غاديش يعجبك الحال، لانني انا عرفت كلشي عليك. ونهار اللي قلتي لي غنمشي نبات عند امي ما مشيتيش. غتقولي الحقيقه ولا ما غتلومي الا راسك. تبهرات وبقات مبهوضه في بلاصتها، ما لقات ما تقول. عيات ما تدبر، عيات ما تخبر، عيات ما دير هكا وهكا وتحط من جنابها وتحط، ما قنعاتوش. قال لها قلت لك انا ما كنولدش. هادشي منين جبتيه؟ وهاد الكاش منين جبتيها؟ بقات مني منك كتغاوت معاه، كتقول ليه ولدك ولا بنتك هذا. كيقول لها انا ماشي، انا ما كنولدش، ها وراقيه، ها داكشي ديال الطبيب ديالي، دابا خصك تقولي الحقيقه. في ديك الوقيته اللي كانت كتعارك هي وياه وكتغاوت هي وياه، دخلت للكوزينه قالت ليه الا ما تيقتينيش غادي نقتل راسي دابا. شدات واحد الموس في يديها وقالت ليه غنقتل راسي ونقتل هادشي اللي في كرشي. هادشي ديالك. هو تيقول لها هادشي ماشي ديالي،
يعني هنا المراه خافت، هي بغات تدافع على راسها باي وجه كان، باش زعما كما كنقولوا حنايا تقلب ليه احساسو في راسو. ولكن هو باقي متشبت بالهضره ديالو، وهي ما بقى ليها ما تقول. خافت، منين خافت قال لها دابا خصني نعيط الام ديالك ونقول لهم هادشي اللي درتي. هي ما تحملاتش وما تقبلاتش، وكتشوف الوراق ديالو قدام عينيها ديال الطبيب، ما رضاتش. اشنو دارت؟ بان ليها غير البالكون ديال الكوزينه، هزات راسها وانتحرات ولاحت راسها من البالكون. هنايا بقى هو مبهوض كيشوف المراه اللي تلاحت، لان غادي يمشي فيها انتحار او اللي غيقولوا قتلها. جات البومبيه، جاو البوليس، تجمعوا الناس، تجمعوا العائله، جاو خوتو، جات امها. الناس كيقولوا غير مرا انتحرات، مرا انتحرات. شي تيقول مرا انتحرات، شي تيقول مرا لحها راجلها. بقاو كيطلعوا كيهبطوا، ولطف الله وربي نجاه وقلبها الطبيب الشرعي ولقاها فعلا حبلة ب3 شهور، ولقى الوراق ديالو بانه هو ماشي بات داك الجنين اللي في الكرش ديالها. وهنايا القضاء برئو لطف الله، كان غادي يمشي فيها، كان غادي يمشي عمره كله للحبس على ود هاد الجريمه اللي دارت هاد السيده، وهاد المنكر اللي دارت هاد السيده. تبعات الاولاد وتبعات خطه ديال الفقي، وتبع ما حمدتش الله كانت غتوقع ليه واحد الكارثه في الحياه ديالو. وهي مشات كما كنقولوا على عناد بابا، لان ما رضاتش، شافت راسها بحال غتفضح ولاحت راسها من البالكون. ولطف الله هو نجاه الله بانه وراقيه بانه هو فعلا ما كيولدش، وحكى البوليس وحكى للنيابه العامه وحكى القضاء الواقعه اللي وقعت، برؤوه ونجاوه. ولكن هي مشات على عينيها كما كنقولوا ضبابه. القصه ديالنا ديال اليوم قصه للعبره، وهي الانسان يحمد الله ويقبل بحكم الله اللي عطاها لنا الله، مرحبا بها. كاين شي بعض الناس كيبقاو يقلبوا على شي حوايج اللي كيكونوا في الغيب. هو الله لا بغى لك واحد الحاجه بغاها لك، بغى لك الرزق بغاه لك، بغى لك الفقر بغاه لك، بغى لك الغنى بغاه لك. هنا هاد السيده هادي خذوا هاد القصه للعبره. هذه قصه حقيقيه واقعيه وقعت في واحد المدينه من المدن ديالنا، ولكن ها هي النتيجه ديالها كيفاش وقع ليها. ما حمدتش الله، مشات عند الفقي، ما خلات ما دارت، دار معاها الفقي داكشي اللي ما خصوش يدار. جات لدارها فرحانه زعما راني حبله، ولكن الزوج ديالها كان كيبغيها، هو فعلا هو اللي ما كيولدش، وبغى يحتفظ على مراته وبغى يخلي مراته معاه. ولكن هي بقات كتقلب على الاولاد ومشات دارت منكر باش تقول للراجل بان راني ولدت حقا معاك. ولكن النتيجه شنو كانت؟ انتهت بجريمه اللي ارتكبتها في حق نفسها. حتى لهنايا كنقول لكم خليتكم على خير. القصه الجايه والفيديو الجاي ان شاء الله يا رب.